أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من جلسة تجميل، ومعنا الدكتور أحمد الشريفة الرائد في مجال شفط الدهون ونحت الجسم. اليوم عندنا الموضوع كله بخصوص الجسم ونحت الجسم والدهون. فخلينا نبدأ بأول سؤال. دكتور أهلا وسهلا أهلا. فيك. نبي نسأل إيش الفرق بين شفط الدهون وبين نحت الجسم، وأيهم أفضل أو فعاليته أكثر؟ بصي، هو النحت مفهوم. شفط الدهون عملية، مم. لكن النحت مفهوم يعني ايه؟ مفهوم يعني انا بشيل كل الدهون العميقة في اماكن، مم. والعميقة والسطحية في اماكن. الدهون عندنا طبقتين في اغلب الجسم: مم. دهون سطحية ودهون عميقة. شفط الدهون كان اغلب التارجت بتاعه ان احنا بنفضي الدهون بس. مم. النحت ازاي؟ ان انا بشفط كل الدهون العميقة والسطحية في بعض الاماكن عشان ادي رسم مم. للجسم، او ادي بادي شيب. احيانا بقى حقن الدهون يعتبر نوع من انواع النحت. مم. زي ما تكوني ماسكه جم او حاجه وبتشتغلي عليها، بتاخدي من حته زياده، او شفتي النحاتين يشيلوا من حته ويحطوا في حته. مم. فهي فكره النحت هو دايركشن، اتجاه، كونسبت. مم. تمام. هو ده اغلب الحالات اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. شفط الدهون هي مرحله قديمه شويه مم. من العمليه نفسها، لكن دلوقتي بقينا بنعمل بادي كونتورنج اللي هو النحت الكامل. اماكن بنشفط منها دهون بزياده شويه، اماكن ممكن نسيب فيها جزء من الدهون، اماكن بنزود فيها دهون. مم. طب دكتور، إيش أحدث التقنيات اللي شفط الجسم اللي متوفرة الآن حاليا؟ بصي، مم. في تقنيات متعلقه بتفتيت الدهون مم. مع الشفط قبل الشفط. في تقنيات بنركز فيها قوي على شد الجلد غير الجراحي، اللي مم. هو هاجس بالنسبه لكتير من المرضى. انت عارفه الجرح في الجسم مش حاجه سهله، مم. خصوصا لسيده مثلا كانت ولادتها طبيعيه، مم. او بنت لسه مقبله على الزواج. فالجرح مش اسهل اختيار ومش اول اختيار. وبعض الناس فاكره، او بعض المرضى فاكره لما بنقول لهم شد ان احنا نبقى مبسوطين، يعني ان احنا هنعمل جرح. لا، مم. ولكن هي حالتها لا تسمح الا ان هي تعمل شد. مم. لحد ما يلاقوا جهاز يغني عن الشد، وان كان ده مش منطقي ومش هيحصل، بدات المحاولات لايجاد اجهزه تدي شد ولو بسيط للجلد، فتخلي الحالات اللي الترهل فيها مش كبير قوي نلجأ فيها للأجهزة دي. مم. في أجهزة اعتمدت لازم يبقى في طاقة حرارية تؤدي إلى انكماش الجلد بصورة ما. مم. في أجهزة زي الفيزر بيدي جهاز موجات صوتية، ده بتدي منها تفتيت للخلية الدهنية وتسهيل لعملية الشفط، وفي نفس الوقت بتدي شد بسيط جدا للجلد. أنا الحقيقة مش من أنصاره قوي. في جهاز بعد كده زي الجي بلازما بكل الجينيريشنز بتاعته، خلاص، واشهرهم دلوقتي رينوفيون الار اس 3 والايبكس 1. مم. دي اجهزه بتدي شد للجلد معقول جدا ولطيف، بس ما بتغنيش عن الجراحه، لكن هي بتدي شد كويس جدا بمعاملات امان اعلى من الفيزر ونتائج اقوى من الفيزر. مم. في اجهزه بتعتمد على الليزر. تمام. اشهرها مثلا جهاز اللايبو اي اي. مم. دي أجهزة بتعتمد على إن بيدي ويف لينث معين، بتدي طاقة حرارية بتخلي الجلد ينكمش شوية بصورة ما. ففي ده التطور فيما يخص أجهزة شد الجلد. في طبعا أجهزة بتعتمد على ار اف مم. زي البادي تايت. دي كلها أجهزة بتتعلق أو بتتعامل مع ترهل الجلد البسيط والمتوسط. ترهل عنيف يبقى لازم هيبقى شد عشان الناس ما تخلطش الأمور. وإحنا كجراحين لا نسيء استخدام الأجهزة، مم. لا نسيء استخدام الأجهزة، ولا نخلي الناس تفتكر إنها تحل لهم مشكلة كبيرة موجودة عندهم. في تقنيات أخرى تتعلق بشفط الدهون أو الميكانيكال باور أو الباور اسيستد ديفايسز، اللي هي مم. دي بتساعد الجراح إنه يشفط بدون مجهود. وإن كان أنا شخصيا ما بحبهاش وما بشوفش إنها تفرق كتير، ومش من الأجهزة اللي أنا بحبها زي المايكرو اير وغيره وغيره وغيره. أنا مم. مش من أنصاره قوي. مش مم. معناه إن هو جهاز سيء، بالعكس هو جهاز جيد جدا، لكن هي في النهاية تفضيل جراح. مم. زي فكرة في حلقة الأنف كنا اتكلمنا عن البييزو. مم. هي تول في ايد الجراح، انت كمريض مش هتحس بيها، مش هتفرق معاك قوي. مم. واذا كان بعض الجراحين وبعض الاماكن بيسوقوا باسم الجهاز زي المايكرو اير، فهو الحقيقه لا يفيد المريض بصوره كبيره يعني. أوكي. تمام. هو بيفيد مم. الجراح اللي بيحب يشتغل بيه، مم. وجهاز فيه جراحين بيحبوا يشتغلوا بيه، لكن انا مش بحب اشتغل بيه. بعد كده بقى التكنولوجيا كلها، وبشوف الافكت بتاعها فيما بعد عمليه الشفط، أوكي. اللي هي الاجهزه المساج الليمفاوي، او الاجهزه اللي بتعمل مساج بالار، واغلبها اجهزه ار اف، عشان تحسن الجلد وتضيع التورمات اللي تحته والتليفات اللي كل الناس عندها كونسبت هنا
اول ما تقول لحد تليفات تبدا تخاف قوي. التليف ده حاجه يعني مش مرعبه يا جماعه، التليف ده جزء من الالتئام بعد عمليات الشفط والشد. اوكي. يمكن هناخد التكنولوجيا بتاخدنا لكذا منطقه، لكن خلينا نقول ان بعد الشفط الجسم بيمر بمرحلتين. انا بشفط دهون ما بين الجلد والعضلات في اغلب الاماكن. الدهون دي لما بتروح الجسم ما بيسيبش الدنيا دي فاضيه، بيبدا يكون سوائل. السوائل دي على فكره هي اللي بتخلي المريضه بعد عمليه النحت ما تحسش انها نزلت في الوزن. باي ذا واي احنا بنصحح معلومه. السوائل دي ما بتفضلش، بتبدا تتصرف سواء في الليات او بالتصريف المساج الليمفاوي، والجسم بيمتص جزء منه. ويبدا مرحله الالتئام او التليفات او الفايبروزس. اللي هو دي حاجه حلوه، انت ما تبقيش زعلانه انها بتحصل حتى لو طولت. كل ما كان النحت عالي، كل ما كان النحت كويس، كل ما التليفات دي بقت اقوى، يعني جلدك هيتشد، يعني مش هيبقى فيه ترهلات، كل ما النتيجه هتبقى احسن. فما الجراح بتاعك يقول لك كلمه تليفات ما تخافيش، مفيش حاجه تخوف. التليف ده جزء من الالتئام عندنا في كل جراحات التجميل. نيجي بقى انا بساعد الجسم بعد كده بايه؟ بان انا اضيع التليفات دي. اهم حاجه ايه؟ اجهزه الار اف. في اجهزه منها كتير وجينيريشنز كتير، مش هنقول اسامي معينه يعني. لكن الاجهزه دي مهمه جدا بعد عمليات التجميل، وضافت لنا كتير في المجال ده. في حاجات تانية زي الهايبر باريك اوكسجين عشان تحسن الترويه الدمويه للجلد بعد عمليات النحت. مش بكل الحالات برضو، ولكن بنستخدم. دي نوع من انواع التكنولوجيا. او في حاجه زي السي او 2 جيل حاليا، ده من ترندز جديده جدا اللي مميزه في ان هي تحسن الترويه الدمويه برضو للجلد بعد عمليه النحت، لان الجلد الترويه الدمويه بتاعته ممكن تتاثر او هي لازم هتتاثر، بس احيانا في بعض المرضى بتكون بصوره مبالغ فيها. في كمان حاجه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي التقنيات اللي تقلل الشعور بالالم. انا كجراح تجميل بقول لك ان اكتر عمليات شويه مؤلمه هي عمليات النحت. عشان كده كل مجهودنا في تقليل الالم بيكون في عمليات النحت، مش في تجميل الانف ولا شد الوجه ولا الكلام ده، ولا البريست حتى ولا الثدي. هي كلها في تجميل في النحت. فلازم التكنولوجيا الجديدة دي تتعلق بحاجات كتير جدا. في الكاثيترز اللي بتدي انالجيزيا باستمرار لمدة معينة، في البي سي اي في بعض الأماكن، في الكومباينيشن ثيرابي اللي بنستخدمه علشان المريضة تحس بتقليل الألم. واهمهم برضو الاجهزه بتاعه الار اف. دي من الحاجات الجيده جدا اللي بتخلي المريضه ما تحسش بالالم. فاحنا في النحت القوام لا، التكنولوجيا ممكن يكون ليها دور اكبر شويه في الأجهزة اللي بتستخدم لشد الجلد، الأجهزة اللي بتستخدم لتفتيت الدهون، الأجهزة اللي بتستخدم بعد العملية لتقليل التورمات والتلفات والكلام ده. طب دكتور، مدة التعافي في شفط الدهون ونحت الجسم كم تقريبا؟ المتوسط عشان أقول إن النتيجة شبه نهائية 3 ل6 شهور، لكن 90% من الأعراض بتقل والالتئام بيحصل بعد شهر تقريبا من العملية. بيبقى باقي 10 ل 15% بيتحسنوا على مدار 3 ل6 شهور. فدي المده في الاغلب. امتى العينه تقدر ترجع لاوردينري اكتيفيتي بتاعتها؟ 70-80% من انشطتها بعد عمليات الشفط والنحت الكبيره اللي احنا بنسميها الكومبو شويه دي، ممكن بعد 3 أسابيع تبدا ترجع ل 70-80%. 100% من انشطتها والهيفي ديوتيز والسبورتس والكلام ده كله ممكن بعد شهر ونص. شهر ونص، تمام. طب دكتور، ايش الحالات اللي لا ينصح فيها عمليات الجسم او نحت الجسم؟ هنبدا بقى ايه، هقسم لك الجسم نفسه. يلا. لو المشكله في الدماغ. يعني ايه المشكله في الدماغ؟ يعني مريضه ما عندهاش دهون وعاوزه تبقى واحده تانية. انا مش هعمل لك عمليه شفط دهون. ما هو انت مش كانديديت. جزء مهم للجراح، ويمكن بنقولها للجراحين الصغيرين والشباب يعني اللي لسه في مقتبل المهنه، في مقتبل العمر، وللمرضى. لو انت تخيلاتك انا مش هقدر احققها لك، انا مش هعمل لك العمليه. فاول حاجه من الفتنس ان انا عندي this patient is fit for surgery، ان mentally she is fit، عارفه هي داخله هتبقى نتيجتها عامله ازاي، علشان ويمكن مع الخبره كمان الواحد حب يعيد الكلام، بيعيد على الكلام على المريضه مره واثنين وثلاثه. لان احيانا ساعات الواحد بيفترض ان المريضه مركزه معاه وقت الكونسلتيشن، بس احيانا بتبقى هي مضغوطه بحاجات تانية. ضغط الاقارب، ضغط تجميع فلوس العمليه، ضغط ان هي عاوزه النتيجه، الفكره متحمسه. الحماس ده احيانا بياخدها من الكلام اللي احنا بنقوله لها. فلازم نعيد عليها تاني حتى لحد قبل العمليه وساعه التخطيط. انت نتيجتك دهون مش كتير، ما تفتكريش ان انت هتبقي نتيجه فلانه او فلانه من السليبرتيز او الشكل ده. هنقدر نحقق 70%، 80%، 50%، مش هنقدر نحققه. لو مش هقدر احققه، فدي اول سبب يخليه المريضه مش فت ان هي تعمل شفط دهون. طيب، تاني حاجه برضو سبب عقلي، بمعنى ايه؟ او سبب في الكوميونيكيشن ما بيني وبين المريض. ان المريضه مش عاوزه شد جراحي،
ممكن في بعض الاحيان نسمح لها لحد مثلا منطقه البطن لحد بعد اخر خلفه، وبعد كده نعمل الشد. لكن لو حضرتك مصره وعندك ترهل كبير في الدراعين والفخذين او البطن ومصره ان انا هعمل شفط بس وهجيب لك نتيجه، انا مش هعمل لك، لان انا مش هقدر اديكي، مش بايدي. يعني احنا في عالم مليء احنا بالمنطق، احنا مش صحراء، فبالتالي مش هعمل لك العمليه. يبقى تاني سبب ان المريضه رافضه اجراء معين ضمن عمليات النحت. على فكره من ضمن النحت ان انا اشد الجلد مفروض. لو ما زبطت النتيجه كمان حيأثر على اسمك بكره انه انا عملتها عندك. فبالظبط، فانا ما ينفعش ان انا ايه. فده تاني سبب ان انا ما ينفعش اعمل عمليه. ثالث سبب بقى مهم جدا، الكتله. او الكتله اللي هي الوزن بالنسبه لمربع طول بالمتر. الكتله ما تخلينيش اعمل العمليه لسببين. سبب يتعلق بيا انا، وسبب يتعلق بالمريضه، او سببين يتعلقوا بالمريض. سبب يتعلق بيا انا ان انا مش هقدر اديها النتيجه اللي هي عاوزاها. سببين يتعلقوا بالمريضه، ان هي زي ما قلنا مش هتاخد الشيب اللي هي عاوزاه. وتاني حاجه المعاملات الامان تبدا تظهر هنا والخطوره تظهر. عمليات شفط لمريضه وزنها كبير معدلات الخطوره تزيد. واحنا عملياتنا في الاول وفي الاخر عمليات اختياريه، مش عمليات تتعلق بالحياه، عمليات اللحت يعني. وبالتالي ظبطي وزنك قبل ما تيجي تعملي العمليه، الا في بعض الاستثناءات القليله. تاني حاجه بقى ليه الشيب مش هيبقى كويس او احسن حاجه، نيجي المنطقه اشهر منطقه عند كل السيدات والرجاله برضه، هي منطقه البطن. البطن فيها نوعين من الدهون. دهون تحت الجلد دي مسؤوليتي انا، حاسه دعوه بيها، مسؤوليتي انا كجراح تجميل، انا هحلها لك. خلاص خرجنا من ده. حاجه اسمها دهون حشويه. الدهون الحشويه دي ورا العضلات، يعني حوالين المعده والقولون والكبد والطحال والكلام ده كله. طيب الدهون دي كتير، انا ما بقدرش احلها لك، ولا اي جراح تجميل يقدر يحلها لك. هو الجسم لازم يحرقها بدايت، يحرقها ببالونه، يحرقها بحقن التخسيس ليمين شوتس، او ان هو تعملي عمليه سمنه. ساعتها لما الدهون تقل في البطن، ساعتها الدهون اللي في البطن هتقل يعني. لكن اقصد ايه ساعتها؟ اقصد ان انا لو عملت العمليه بتاعت شلت الدهون اللي تحت الجلد من غير ما والدهون اللي جوه البطن كبيره، هتفضل البطن عاليه خصوصا من المنطقه العلويه. تيجي لي العيانه تقول لي انا عملت شد او شفط بس مش راضي عن النتيجه. انا 90% عارف ان انا وانا قايمه افحصها ان انا هلاقي دهون حشويه. وان هي عملت العمليه ودهونها الحشويه عاليه. ليه؟ لان المشكله في المكان ده وانت رحت حليتي او اشتغلتي على مكان تاني. ده مش منطقي. طيب السيدات اللي عندهم المشكلتين، حلي المشكله اللي جوه الاول، لان دي الاصعب. نزول الدهون الحشويه ده صعب، والدهون اللي تحت الجلد هنحلها لك احنا. تمام. السيدات اللي والدين وعندهم ولادات بقى العضلات ضعيفه، ففي 3 مشاكل: دهون زياده جوه البطن، عضلات ضعيفه، دهون تحت الجلد. انا هحل لك الدهون اللي تحت الجلد وهحل لك العضلات، لكن الدهون اللي جوه البطن انت لازم تحليها وتنزلي في الوزن. تيجي تقول لي احيانا سبب غريب جدا، تقول لي اصل انا معيش فلوس عمليه الشد. اولا ما تدخليش الفلوس في التقييم للعمليه، انت لازم تعملي العمليه الصح. مش قادره نعملها دلوقتي، او الظروف هنعملها في مكان تاني، او نستنى الوقت اطول. القصه مش كده. يعني القصه ان انت جسمك اغلى من اي حاجه، ودخول العمليات مش سهل. يعني انت تدخلي تاخدي قرار عمليه، طيب انت هتخشي تعملي العمليه وشويه بين، شويه كوستنج، شويه ضغط مجتمع محيط في عمليات تجميل، وتخرجي من نتيجه مش عاجباكي. ليه؟ لان احنا ما حليناش المشكله اللي جوه. فالتحضير في عمليات الشفط ومن ضمنهم ان انا انزل الوزن والدهون الحشويه ده مهم جدا جدا جدا. اشهر منطقه نتائج فيها مش جيده علشان الوزن عالي هي الدهون منطقه البطن، عشان لازم كده معدل الكتله يكون قليل. نيجي بقى للسؤال الأهم هتسأليهولي أو غيره هيسأل، طب إمتى كتلتي تكون مناسبة؟ معدل الكتلة ننصح إنه يكون أقل من 30-32. تمام؟ ننصح بده. كيف يوزنونها أو كيف يعرفوا؟ اللي هي الوزن على مربع الطول بالمتر، وفي برامج ابلكيشنز على الموبايل تظبطها. بس على فكرة هو مفيش معدل كتلة مثالي، بمعنى ممكن واحدة أو واحد يكون وزنه مثالي ومعدل كتلته مثالي، لكن حظه السيء إن كل دهونه متوزعه جوه البطن. ده انسان سيء الحظ جدا او سيئه الحظ جدا. في سيدات كده يعني ممكن يبقى كتلتها، انا اتذكر 2-3 عدوا عليا معدل الكتله بتاعهم 28 29 و26 احيانا، كل دهونها جوه البطن. انا مش هقدر احلها لك. الرجاله بقى اغلبهم دهونهم جوه البطن، وبالتالي مش اغلب الرجاله بنقدر نعمل لهم شفط. مش اغلب الرجاله ربنا خلقهم دهونهم ما تبقاش تحت الجلد. ممكن يبقى بطنه كبيره جدا بس المشكله كلها جوه
البطن. مم. ما اقدرش اقول لك ان في معدل كتله مثالي، لكن أيوة. مبدئيا عشان سلامه المريضه يكون من 30 ل 32، ده اعلى حاجه. وبعد كده نبدا نتكلم بقى حسب كل مريضه ليها كتله معينه نقول ان هي مثاليه حسب توزيع الدهون في جسمها. طب دكتور معلش سؤال بس خارج الموضوع كله، أو بمعنى صح خارج الأسئلة اللي عندي. إيش هو سبب وجود الكتل أو الدهون اللي داخل؟ جينيه. جينية، مش عشان أكل ولا؟ لا لا لا، في جزء منها اكل، امم بس انا بتكلم توزيع الدهون جينات. أوكي. احنا بنساعدها بقى بالايه؟ امم بالاهمال في الرياضه، أوكي. بالاهمال في التغذيه، تمام. طريقه اللايف ستايل. امم وخلي بالك بالمناسبه من ضمن توقعات النتائج ان الناس فاكره ان انا لما اعمل عمليه شد بطن وشفط او كده اما اقعد بطني هتبقى لازقه في ظهري. معلش، لا، الكلام ده مش هيحصل الا لو حضرتك كان وزنك مثالي، وطول الوقت كان وزنك مثالي، وبعد العمليه او الحمل والولاده كان وزنك مثالي، وجلدك كان قوي، وحياتك صحيه جدا، عشان تبقي بتقارني نفسك بموديلز اللي هم بيجوعوا نفسهم عشان يبقوا بالشكل ده. بالضبط. انا هعمل لك شفط وهعمل لك شد وهعمل لك نحت وبطنك هتبقى حلوه جدا، بس مش لدرجه وانت قاعده ان الجلد مشدود. ده مش ربنا اصلا، ده ضد ناموس الكون. ربنا خلق الجلد مطاط. يعني احيانا ست تيجي تقول لي بعد شفط انا قاعده، وانا قاعده يا دكتور في شويه جلد. قلت لها ما هو انا لو شديت الجلد وقصيته وانت قاعده وجيتي تفردي جسمك الجلد مش هيقفل. فاهمه؟ يعني ده من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا. بمناسبه الجينات وتوزيع الجينات والكتله والكلام ده، في نوع من الدهون عنيد جدا او بنسميها اللايبيديم. اللايبيديم او الوزمه الشحميه او الدهنيه، ده معناها ان الدهون اللي في النص غالبا بتيجي في النص السفلي، بتيجي من تحت السره، الفخذين، الساقين. تراكم للدهون بصوره غريبه جدا كبيره، خلايا والخلايا بتكون يعني بتراكم مبالغ فيه. والخلايا الدهنيه دي ما بتستجيبش للنزول في الوزن. تقول لك انا عملت تكميم بس الخلايا الدهنيه او رجليا ما خستش، خست حاجه بسيطه. أوكي. ليها درجات وليها جريدز حسب مكانها، جايه في الرجلين بس، جايه في الساقين بس، جايه في الرجلين والساقين، في نوع رابع بيجي نادر في الذراعين. وليها درجات برضو او تصنيف تاني حسب الضرر اللي حاصل، هل هو واصل للجلد ومسبب سيليوليت او كلام من ده. علاج اللايبيديما او الوزمه الشحميه او الدهنيه هو شفط الدهون او شفط الدهون والشد. وقد يكون على مرحله او مرحلتين. وده جزء برضو خلل جيني او مش خلل جيني، طبيعه جينيه. هتلاقي دايما العمه، الخاله، الام، حد من عيله الاب او عيله الام تقول لك النص التحتاني في عيلتنا او النصف السفلي من الجسم مليان. سمعت هذا الحكي كثير. صحيح. دكتور ليش لا يفضل عمل العمليات للناس اللي أوزانها ثقيلة أو أحجامها كبيرة؟ زي ما قلت لك النتيجة رقم 2 معاملات الخطورة والأمان. safety comes first. أهم حاجة أمان المريض. ليش في خطورة عليهم؟ رقم واحد إيه التخدير. أولا لو كميات الدهون اللي تحت الجلد كبيرة فمدة العملية بتطول قوي. أوكي. تمام، ده رقم واحد. رقم 2 إحنا لما بنحط المريضة وبنخدرها تخدير كلي، فإحنا بنعتمد على جهاز التنفس الصناعي في تمديد الرئة وإغلاقها. تمام. لازم يكون وزن المريضة بسيط علشان او مثالي انا اسف، علشان تمدد الرئه يتم بصوره جيده. ثالث سبب وده الاهم، ان كل ما وزننا زاد كل ما معدلات حدوث لا قدر الله التجلطات زادت. ده بني ادم يعني إيه؟ الشخص اللي وزنه تقيل حتى من غير عمليات هو معرض اكثر عرضه لحدوث التجلطات. ما بالك لما يدخل عمليه وعمليه نحت قوام. أيوة. فبيبقى اكثر عرضه لحدوث تجلطات، فلازم وزنه يكون مثالي. طب دكتور برأيك هل ممكن تعود الدهون أو الترهلات يعني سؤال علمي، هل ممكن هذه الأشياء ترجع؟ بصي، الرد المنطقي بنسبة كبيرة جدا لا. تمام. الترهلات ممكن ترجع بس مش بالصورة اللي كانت عليها. الدهون ممكن ترجع بس مش بالصورة اللي كانت عليها ومع إهمال شديد في الوزن. يجي بقى السؤال المهم، دكتور أنا شفطت بطني بس دراعاتي بتتخن. ده السبب علم. ده علم، ده ومش محتاج تفسير. حضرتك عملت العمليه وزنك 60 كيلو وشفطنا لك ايه؟ كل مخزون الدهون من الخلايا الدهنيه في جسمك. تمام. طب الجسم بدا يكسب وزن، هيخزن الدهون في الخلايا الدهنيه اللي موجوده في اماكن تانية، لان كميه الخلايا الدهنيه قلت بنسبه 90-95% في المنطقه دي. ولكن لو حتى بقى اهملنا قوي قوي، اخر مكان يبدا يزيد المكان اللي ايه؟ شفطناه. وانا ما بحبش السؤال ده من المريضه. يعني مفيش مريضه جايه تعمل عمليه تيجي تقول لي ايه دهونها ترجع على مزيد في الوزن. انت كده كانك بتدي لنفسك رخصه ان انا عاوز ازيد في الوزن. تمام. جاهزه. يعني بصي، احنا مش معناه ان احنا كلنا بنزيد في الوزن وبنخس وكده،
بس انا لما بحس ده جواكي، يبقى انت من جوه بعد العمليه مش عاوزه يبقى جواكي دافع ان انت تعيشي هيلثي لايف ستايل. تيجي تقول لك انا بعمل العمليه علشان ما العبش رياضه. الرياضه مش ضد العمليه، ولا الرياضه بديل للعمليه، احنا الاثنين اصدقاء. الرياضه هتديكي شده في العضلات وسرعه تشافي والشفط، ومش هتنزل لك الدهون، خصوصا في المناطق السفليه من جسمك. الدهون، التجميل بيشيل الدهون من المناطق السفليه في جسمك، بيحل لك مشكله. بس حافظ على النتيجه بالرياضه. فاحنا الاثنين مكملين لبعض. فحته ان الدهون لا، الدهون ما بترجعش الا لو اهمال رهيب في الوزن. ولو والمناطق غير المشفوطه غير المنحوته هي اللي بتبدا تظهر الاول. صراحه جوابك دكتور ساعد كثير، لان في كثير ناس كانوا يقولون انه لما انا اسوي عمليه شفط سبحان الله تروح الدهون في اماكن اخرى. انا كيف سمنت في المنطقه هذه وهذا المكان ما كان سمين، وزنها بدا يزيد. اي بالضبط. استجابه الاماكن الاخرى بقى اسرع للزياده في الوزن. دكتور، هل يتطلب الامر جلسات متابعه بعد العمليات؟ لا، اكتر عمليه محتاجه متابعه عمليه النحت والشفط. تحتاج طبعا. ايش اللي نتابع فيها دكتور؟ هل الوزن مثلا، حاله الجلد، شكل الجرح لو في شد، متابعه الحاله الصحيه للمريضه، متابعه الالتئام وتليفات والتراجع بتاع الجلد لمكانه ووضعه الطبيعي، جلسات المساج الليمفاوي، الاطمئنان على النتيجه بصوره كبيره. عمليه نتائجها بتبان زي ما قلنا النهائيه بعد 3 ل6 شهور. حاله الدهون المحقونه، هل الجسم كون سوائل؟ لا، قصه كبيره وطويله في المتابعه، ولازم يكون الدكتور والفريق الطبي الخاص بيه، سواء بقى من دكاتره مساعدين او تمريض او اخصائيين مساج. اللي بيزعلني بقى في رحله المتابعه دي، يعني انا في عياداتي مثلا في فري فولو اب للحالات النيوتريشن مع اخصائي التغذيه. اي تمام. ما يروحوش. اوكي. هي مش عاوزه حد، وده الحقيقه انت ده جسمك انت، وانت لازم تكوني شريكه معانا. يعني العمليه الوحيده اللي انا عاوزك شريكه فيها هي عمليات النحت. شد الوش هقول لك شويه نصائح انت اصلا بتعمليها فمش هتضايقك. الثدي نفس الكلام. الانف نفس الكلام. العمليه الوحيده اللي انت لازم تبقي شريكه معانا في رحله الاستشفاء بتاعتك علشان تفضلي محافظه على النتيجه وتوصلي للنتيجه اللي انت عاوزاها. اهمهم التغذيه وان وزنك ما يزيدش. فده حتى ده يعني ايه، بلاقي ان المرضى مهملين فيه. ممكن ندخل دلوقتي ترند جديد اللي هو الاي في دريبس، اللي انا لسه برضو عليه يعني شغل كتير، لكن ممكن من ضمن السيشنز بعد كده ان المريضه في العمله عمليات نحت كبيره شويه ممكن تكون محتاجه دعم غذائي زي الاي في دريبس وكده. بس دي حاجات متقدمه. لكن اللي اقصده ان احنا رحله الفولو اب بتاعه النحت رحله طويله وممتده. طب دكتور، هو في مشدات للناس اللي تعمل النحت؟ صح. المشد هذا كم مفروض ان الانسان او المريضه تستخدمه؟ وهي الافضل، يعني اعطينا الافضل. هي مدارس وبتختلف من منطقه لمنطقه، لكن احنا بنتكلم في متوسط من 4 ل6 اسابيع. بيبقى اغلبهم بتلبسهم بصوره دايمه، وبعد كده بنبدا نقلل مده اللبس. وفي النهايه خالص بنشيله. دكتور، الانفصال العضلي يصير بس من الحمل والولاده ولا هو في له اسباب اخرى؟ الانفصال العضلي اهم سبب واشهر سبب ليه الحمل والولاده. الحمل. لكن في سبب اهم او سبب تاني الناس بتغفله، الزياده في الوزن. زياده في الوزن مع زياده الدهون الحشويه اللي اتكلمنا عليها، طول ما هي عامله ستريتشنج على العضلات فهي بتفصل العضلات عن بعض. تمام. ما بيبقاش بصوره الانفصال العضلي بتاع الحمل والولاده، ولكن بيبقى ممكن يبقى وارد. تمام. ممكن يبقى ضعف جيني، ضعف خلقي في الشخص اللي عنده العضلات دي ضعيفه. هل بالضروري ربط العضلات مع اجراء شد البطن؟ طبعا لازم. طبعا. الا لو مريضه رياضيه جدا عضلاتها قويه. يمكن اول ما المريض يتشد بطن اشتغلتها في حياتي يعني لوحدي بقى في ماي برايفت كلينيك، يعني كانت عضلاتها قويه جدا يعني، وكانت بتلعب جيم لان هي كانت صاحبه جيم تقريبا. تمام. عضلاتها كانت قويه، فانا نفسي ما رضيتش اعمل لها تقويه عضلات. هل هي خطوه مانداتوري اجباريه؟ لا، لكن احنا بنقول في الاغلب بنعملها لان اغلب الناس عضلاتهم ضعيفه. اوكي جود. مدى تحسن الندبات دكتور؟ الندبات دي قصه بعد كبيرة. العمليات الجراحيه. الندبات دي قصه كبيره. هقول لك حاجه، هو كل حد بيجي له اكني او اكني سكارز في وشه بتتحسن؟ لا بصراحه. طيب هل كل واحده بتتخبط خبطه او واحد بيتخبط خبطه هل كلنا بنطلع جروحنا زي بعض؟ لا. اشمعنى هنيجي عند جراح التجميل ونطلب ان احنا كلنا نطلع جروحنا حلوه؟ الجروح اول رقم واحد
ليها علاقه بطريقه الشد وكميه شفط الدهون وغيره وغيره وغيره، وعوامل كتير مش عاوز ادخل الناس واتوهها فيه. وفي عامل مهم جدا اللي هي الايه، الجينات والقدره على الالتئام وتكوين السكار بتختلف من شخص لشخص. واحده دقنا واحده شعرها بيطول اسرع من واحده تانية، دي جينات. واحده بتكون ندبه حلوه، واحده بتكون ندبه مش جيده. الخياطه على فكره اللي الناس فاكراها هي اخر حاجه ممكن تكون بتخلي شكل الجرح حلو او وحش، لان شكل الجرح اللي الناس بتشوفه بعد العمليه بنسبه 100% بيتغير بعد العمليه خلال 3 أسابيع. الكرمشه والكشكشه والكلام ده احنا شرحنا كتير ليه جروح التجميل احيانا بتكون مكرمشه، لان لما بقص من تحت غير طول القص من فوق، فبضطر ان انا عشان ما اطولش بالجرح اقصر. انا مش عاوز ادخل الناس في التفاصيل دي، لكن مش ده الشكل النهائي. والخيط اللي انتوا بتشوفوه ده اصلا بيدوب بعد شهرين. هي احنا الرول بتاعنا في الخياطه is to approximate، او ان احنا بنقرب التو ايدجز لبعض. لو التو ايدجز دول هيلثي هيحصل هيلينج والخيط هيدوب وخلصنا. لكن الاكني او السكار انا اسف بتبقى متوقفه على الهيلينج بروسس بتاعتك، على جيناتك بتدخني ولا لا، اهتميتي بالجرح ولا لا. كل ده اللي بيفرق في شكل الجرح. ولكن نقول الشكل النهائي بيظهر بعد سنه، اغلب الجروح بعد سنه بتبقى كويسه جدا. طب دكتور، ايش اكثر خطأ يقع فيه الناس قبل اتخاذ قرار العمليات؟ هل في خطأ معين؟ هو الخطأ اللي احنا قلنا عليه في الأول خالص، إن هي تتصور نتيجة غير اللي احنا نقدر نحققها لها. أوكي. أو إنها تحاول تفرض على الجراح نوع معين من أنواع عمليات النحت دون غيره. تمام. وعاوز أقول للناس لما تيجي تشوف صورة عجباك، لأن السوشيال ميديا اللي بتحكمنا دلوقتي للأسف، أو لما تيجي تشوف صورة عجباك تلاقيها واخدة جزء من جسم في واحدة، على جزء من جسم في واحدة، على جزء من جسم في واحدة تالتة. تركيب. هل أنا لما أركبها ده طبيعي؟ لا. تمام. وما ذلك احنا بنحاول نوصلهم اللي هم عاوزين، لكن في النهاية احنا كجراحين تجميل احنا بشر ولينا قدرة. نسبة امتصاص الدهون بعد العملية أنا أقدر أحكمها؟ ما أقدرش. في ناس 50%، في ناس 30%، في ناس 10%. أنا أقدر أتنبأ بيها. أنا لو أي واحدة من اللي بيتابعونا مسكت 10 بذور لتفاح مثلا، لشجرة التفاح، وزرعتهم، هل ال10 شجرات هيطلعوا؟ لا. هل ال10 بذور هيثمروا الشجرة؟ هل الشجر اللي طالع زي بعضه في الطول وفي الشكل؟ لا. هل عدد الثمرات اللي خارجة من كل شجرة زي بعض؟ لا أكيد. صح. يعني اللي بتزرع كلى، اللي بيزرع كلى، هل كل الجراحين المسالك اللي بيزرعوا الكلى ضامنين ان الكلى دي هتاخد، او يعني الجسم هيتقبلها؟ هيتقبلها. صح. في عملية زراعة الشعر هل كل البصيلات التي يتم زرعها بتطلع؟ وهل بتطلع بنفس طول الشعرايه وجوده الشعرايه؟ اشمعنى يجوا عند جراح التجميل وعاوزين كل الخلايا الدهنيه اللي اتحقنت تطلع وتطلع حلوه؟ حطوا لك شروط وهم داخلين. طب دكتور، وش الفرق بين الفيلر حق الجسم والحقن، وايش الافضل فيهم؟ بصي، في الحقن في المجمل الحقن احلى مره واتنين ومن 10 لحد مليون. البادي فيلرز اولا كانت زمان بيرمننت فكانت ممنوعه، مش حلو. أوكي. لكن دلوقتي في بادي فيلرز اللي هي اللي بتدوب، زي اللي بتتحط في الوجه وفي العين وفي الشفايف وكده. البادي فيلرز دي كويسه للي ما عندهاش مخزون دهون خالص، ولو الديفكت صغير، انما مش هنغير رسمه جسم. فما ينفعش اقارن طياره بعربيه. الفيلر بادي فيلرز ده حاجه بسيطه جدا، ما نقدرش نقارنها بحقن الدهون ولا البادي كونتورنج. انا في البادي كونتورنج مش بحقن دهون بس، انا بنحت وباخد، وقبل ما احقن منطقه بنحت اللي حواليها. البادي فيلر جاست ان هو فوليوم، وفوليوم بسيط وغالي ومكلف، ممكن يتعمل قبل مناسبه لبنوته ما عندهاش دهون، والديفو بسيط جدا. دكتور، ايش الفرق بين مامي ميك اوفر وتامي تاك؟ بص، عشان احنا بنحب نقول اسامي العمليات بالانجلش. تمام. المامي ميك اوفر هي عمليه، هي كونسبت. يعني ايه كونسبت؟ كونسبت يعني انا كل اللي الحمل اثروا في السيده وغيروا احنا بنصلحه. اوكي. من اول شد البطن واصلاح العضلات، لرفع الثدي، لنحت القوام وحقن الدهون. احيانا المناطق الانثويه بيتم تجميلها بواسطه استشاريين تجميل المناطق الانثويه. كل ده يسمى مامي ميك اوفر. مامي ميك اوفر. يعني انا برجع الدنيا تاني زي ما كانت. انما التامي تاك هي عمليه شد البطن اللي منها انواع بقى. تامي تاك عاديه، اكستندد تامي تاك، او ابدومينال بلاستي اللي الترهل فيها بيوصل للاجناب، او توصل بقى للبلت، بلت لايبكتومي، ان انا بشيل الجلد اللي في منطقه الحزام، الشبه منطقه الحزام، عشان اعمل ورفع للترهلات. هنا بس البلت مهم جدا. اقول حاجه معينه، ان عمليه الشد الحزامي
مش بتصلح ترهل الفخذين من الداخل، ومش بتصلح ترهل الظهر العلوي، ومش لازم ترسم لك خصر او وسط، اوكي. لان احيانا ترهل الجلد من فوق لتحت هو اللي مخلي الخصر ما يبانش او الوسط ما يبانش، وبيكون حله ان انا ارجع اعلق الجلد تاني لفوق واعمل حاجه اسمها شد الظهر العلوي. يمكن احنا في سيشن ثانيه نتكلم عن ان شاء الله ان شاء الله جراحات الشد بعد عمليات فقدان الوزن والتكميم وكده. ان شاء الله. دكتور، ايش تنصح او تعطي تعليمات ما بعد العمليه؟ هذا اهم شيء عندنا. ايش تنصح؟ بص، رقم واحد ده بقى دور الفريق اللي معايا ودوري انا شخصيا. بنقول للعيانين المرضى شفوي بعد التعليمات، شفوي بعد العمليه، بنبعت لهم PDF، بنعمل تيم بيتابع معاهم. لكن اهم حاجه شرب السوائل بكثره، 5 لتر في اليوم مثلا، ميه وعصير طبيعي، الحركه باستمرار، المحافظه على حقن المضاده للتجلطات في ميعادها، في نفس الميعاد ويوميا. اوكي. لبس والالتزام بالمشد، طريقه الحركه والقعده خصوصا لو عامله شد. تمام. الاهتمام جدا بالتغذيه، نكثف جدا من البروتينات، الفيتامينز، سواء بقى خضار فاكهه كلام من ده، ونهتم بقليل من الكربوهيدرات خصوصا لو حقنا، عشان الجسم ما يخشش معانا في ستارفيشن فيحرق مخزون الدهون في الخلايا دي. فالمتابعه مهمه جدا. مهم قوي ان كل عمليات النحت بيبقى فيها فقدان لجزء من الدم، فبيبقى فيه هبوط في الهيموجلوبين بنسبه ما. علشان اصلح ده بسرعه ينصح دايما ان احنا ناخد في تغذيتنا الحاجات الغنيه بالحاجات اللي فيها حديد، زي السبانخ والكبده الحيواني والبنجر او الشمندر، والحاجات الفيتامين سي عشان تزود امتصاص الحديد. ده مهم جدا. تمام. كل المرضى يسالوني الفيتامينز، سواء IV دريبس او ان انا اخد، كل ده جميل خده وكل حاجه، بس ستيل النيوتريشن مهم. السيرجيكال ستريس في عمليات النحت كبير شويه على الجسم، فبيبقى محتاج الجسم يكون في حاله كاتابوليزم، يعني بيكسر. فانا لازم اعوض التكسير ده، ومرحله البناء ان احنا بنبني انسجه من اول وجديد، او علاقه جديده ما بين الانسجه وبعضها، فلازم اهتم بالتغذيه الطبيعيه. يعطيك العافيه دكتور. شكرا على الحلقه الجميله، واليوم ان شاء الله نكون غطينا قد ما نقدر على الاشياء المهمه والاشياء اللي الناس عندها كونسيرن واسئله عليها، وان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله نرتبها ونشوفك ونغطي اشياء اكثر. تسلم يا دكتور، يعطيك العافيه. شكرا، مع السلامه.